حسبي الله ونعم الوكيل. غدرتوا لنا بولد حومتنا وخونا الكبير وصاحبنا وقنبيطه كاع تبغيه، وهران كومبلي تبغيه واري رحمه الله عليه. ربي يرحمك خويا واري، وقصتوه في البحر في هذا الشهر الفضيل. نتوما هوايش، نتوما ماشي بني ادم. نتمنى لكم الاعدام يا رب العالمين، باسكو نتوما الراجل ما يعيش معاكم. شهدت ولاية وهران خلال الساعات الماضية فاجعة مؤلمة هزت الرأي العام المحلي بعد العثور على جثة شاب يدعى واري قندوز مرمية بأحد شواطئ الولاية في حادثة لا تزال ملابساتها غامضة حتى اللحظة. الضحية، وهو من أبناء أحد أحياء وهران، عرف بين سكان منطقته بحسن الخلق وطيب المعاملة وفق ما أكده عدد من معارفه وأقاربه. وقد خلف خبر وفاته صدمة واسعة وحالة من الحزن العميق بين أهالي الحي وأصدقائه الذين عبروا عن أسفهم الشديد لما وصفوه بالموت الغادر. وبحسب روايات متداولة بين المواطنين، فقد تم العثور على جثمان الشاب ملقى على الشاطئ في ظروف وصفت بالغامضة وسط ترجيحات بوجود شبهة اعتداء، غير أن أي من هذه المعطيات لم يؤكد رسميا بعد. وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأحد أقارب الضحية عبر فيها عن حزنه وغضبه، مطالبا بكشف الحقيقة وإنصاف الفقيد عبر القنوات القانونية. وفي تسجيل مصور، دعا أفراد من عائلة الشاب السلطات المختصة إلى فتح تحقيق معمق لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات، مؤكدين ثقتهم في مؤسسات الدولة لإنصافهم وإظهار الحقيقة كاملة. كما ناشدوا المواطنين التحلي بالهدوء وتفادي الانسياق وراء الشائعات إلى حين صدور بيان رسمي. الحادثة أعادت إلى الواجهة مطالب متكررة بتعزيز إجراءات الأمن والسلامة على مستوى الشواطئ، خاصة في الفترات التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، إلى جانب الدعوة إلى التعامل الصارم مع أي أفعال إجرامية قد تهدد أمن وسلامة السكان. ولا تزال الجهات الأمنية تواصل تحرياتها لكشف خيوط القضية في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية خلال الأيام المقبلة. رحم الله الفقيد وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.